عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم يا جماعة في فيديو جديد. فيديو النهاردة مختلف شوية، لأن أنا طالع أتكلم في بوينت فيها جدال كبير على الفيسبوك ما بين باشمهندس محترم جدا وباشمهندس تاني محترم جدا وباشمهندس تالت محترم جدا. ففي نقطة جدال علمية، وأنا بحب الجدالات العلمية دي. ما بين حد بيقول ان في شركتين معينين، وانا عملت عنهم ريل قبل كده واتكلمت فيهم، شركتين او توكيلين بتوع عربيات يعني بينزلوا علب البيئة بايظة. الجدال بقى هنا ان لا، علبة البيئة اللي بيبوظها هو استخدام زيت موتور بمواصفة غلط، والناحية التانية يقول لك لا، علب البيئة اصلا نازلة من التوكيل بايظة. فانا في الفيديو ده انا مش متحيز لاي واحد فيهم. انا في الفيديو ده ليا وجهة نظري الشخصية بالاثباتات العلمية اللي هحطها لحضرتك تحت في الديسكريبشن لو عايز تروح تبص عليها، وعلى حسب دراستي، على حسب ان انا راجل في قسم اوتوترونكس اللي هو قسم ميكانيكا السيارات اللي هو اوتوموتيف والكترونكس. فمن الدراسة ومن العلم انا هطلع اقول لك وجهة نظري اللي انا شايفها برضو صح. يعني لو انت بتختلف معايا انا ما عنديش اي مشكله، اطلع قول لي انت في واحد اتنين تلاته قلته غلط، وهحط لك المصادر اللي انا اتكلمت منها. في بس توضيح بسيط ان في الجدال اللي ما بينهم ده في كلمه كده بتتقال. لو حضرتك مهندس، يعني لو انت بقى بتفهم اصلا مهندس، كنت هتفهم اللي احنا بنقوله ده. الاتنين قالوا نفس الكلام، يعني ده يقول له لو انت مهندس وده يقول له لو انت مهندس. توضيح بسيط، المهندسين دول مش ملايكه. يعني احنا بنتعب واتبهدلنا في الدراسة واتمرمطنا واتشحططنا وصرفنا فلوس وطلع عنا، بس احنا مش ملايكة. يعني ايه المشكلة لما مهندس يغلط؟ ايه المشكلة لما مهندس يقول معلومة غلط؟ ايه المشكلة؟ هو احنا ايه يعني؟ ما احنا بشر في الاول وفي الاخر، مهندس دكتور سمكري سباك، احنا بشر. فطبيعي ان مهندس يطلع يقول معلومة غلط. ايه اللي حصل؟ كل كل العالم بيغلط، مفيش بني ادم على وجه الارض ما بيغلطش، كلنا بنغلط. ممكن مهندس يشخص تشخيص غلط في العربية، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ مفيش بني ادم على وجه الارض ما بيغلطش. فدي بس نقطة كده استفزتني شوية، ان ده يقول له انت مهندس وده يقول له انت مهندس. اما المهندسين دول ايه يعني؟ المهندسين دول ايه؟ المهندسين دول ما هم الا ناس تعبت في دراستها. دراسات بقى اللي احنا ذاكرناها دي، موارد ان اللي حاطط الماتيريال او حاطط الكونتنت يكون حاطط معلومة غلط. ايه المشكلة؟ ف ف فيلا خلينا نبتدي في الفيديو على طول. طيب، توضيح برضو بسيط قبل ما نبتدي. انا وارد اقول حاجه غلط في الفيديو ده، وارد اغلط، وارد اقول معلومه غلط، وارد المصدر اللي انا جبت منه ده هو مصدر موثوق وكل حاجه، بس وارد يكون ما هو اللي حط الكونتنت ده بشر، اللي حط المعلومات في المصدر اللي انا جايب منه ده بني ادم. فوارد يكون حاطط المعلومه دي غلط. فلو غلط اكتب لي في الكومنت، قول لي انت عندك واحد اتنين تلاته غلط، وهتقبل الرأي، هتقبل. ف ف وان شاء الله يعني تكون نسبة الغلط مش موجودة، يعني ان شاء الله نسبة الغلط ما تكونش موجودة اصلا. طيب، اول حاجة خلينا نفهم اللي فيه نوعين من المحركات. في اول نوع عندي اسمه الام بي اي، المالتي بوينت انجكشن، وعندي نوع تاني اسمه الجي دي اي، الجازولين دايركت انجكشن. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ان في المالتي بوينت انجكشن الرشاش بتاع البنزين اللي بيرش البنزين جوه السلندر ما بيبقاش جوه الاسطوانه ذات نفسها. بيرش البنزين بره الاسطوانه، الهواء هو داخل، يروح الرشاش ده رشش البنزين حقن كميه البنزين المطلوبه، لا هو داخل ياخد البنزين معاه. ده كده ايه باختصار شديد المالتي بوينت انجكشن. بيبقى موجود على المانيفول، ما بيبقاش ايه جوه الاسطوانه. طيب الجازولين دايركت انجكشن، الرشاشات بتكون جوه السلندر. خلاص. في الجازولين دايركت انجكشن اللي هو الجي دي اي ده بنستخدم معاه ترومبة ضغط عالي، فده معناه ان الضغط جوه الضغط اللي البنزين بيتحقن بيه في الجازولين دايركت انجكشن اعلى من الام بي اي، من المالتي بوينت انجكشن. خلاص كده ليه؟ لان الجازولين دايركت انجكشن او الرشاشات الجي دي اي دي محتاجه ضغط عالي عشان تحقن لي البنزين جوه السلندرات. كلام جميل، كلام جميل. طيب، ايه الفرق ما بين المحركين؟ طبعا الجازولين دايركت انجكشن احسن. يعني الجازولين الجي دي اي، محركات الجي دي اي احسن، الضغط بتاعها اعلى، كفاءتها اعلى، العزم بتاعها اعلى من المالتي بوينت انجكشن. طيب، تاني حاجه عايزين نتكلم عليها هي علبه البيئه. ايه وظيفه علبه البيئه باختصار شديد؟ علبه البيئه دي جايه من اسمها، بتنقي غازات العادم اللي طالعه قبل ما تطلع من الشكمان. طيب انت عندك
الغازات العادم اللي طالعه بعد ما شوط السحب والضغط والاشتعال والعادم، الشوط العادم ده بقى بيطلع لي ايه؟ نواتج احتراق اللي هي البنزين والهواء. حلو حلو. طيب في غازات العادم دي بيطلع لي 3 غازات، الثلاث غازات دول مضرين على البيئه. ايه هم الثلاث غازات دول؟ اول اكسيد الكربون، اكاسيد النيتروجين، الهيدروكربونات اللي هو الاتش سي والنوكس والسي او. انا بقى بستخدم علبه البيئه ليه؟ بستخدم علبه البيئه علشان احول الثلاث اكاسيد دول لغازات ما تاذيش البيئه. فبالتالي اول اكسيد الكربون بيتحول للسي او 2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون، فده مش هيأذي لي البيئه. اكاسيد النيتروجين دي بتتحول ل N2 اللي هو نيتروجين عادي جدا، برده مش هيأذي لي البيئه. ثالث حاجه الهيدروكربونات اللي هي الاتش سي بتتحول لي لبخار ميه اللي هو الاتش 2 او. فانا كده خلاص عرفت ان وظيفه علبه البيئه اللي هي بتحول لي الثلاث غازات دول، هي ما بتمنعهمش، ثلاث غازات دول بتحولهم لي لغازات ما تاذيش البيئه. الاتش سي بيتحول ل اتش 2 او اللي هو بخار ميه، النوكسي بيتحول للنيتروجين اللي هو ال N2، اول اكسيد الكربون بيتحول لثاني اكسيد الكربون اللي هو CO2. طيب في عندي انواع من علبه البيئه دي، عندي ال1 واي كاتاليتيك، وعندي ال2 واي كاتاليتيك، وعندي ال3 واي كاتاليتيك. مش هتعمق فيهم واقول لك كل واحده بتعمل ايه، بس انت كده فهمت ان وظيفه علبه البيئه ان هي بتحول لي الاكاسيد او الغازات اللي طالعه في غازات العادم الضاره، بتحولها لي لغازات ما تاذيش البيئه. والثلاث غازات دول بخار ميه ونيتروجين وثاني اكسيد الكربون. طيب تالت حاجه بقى هي زيت المحرك. ده بقى قصته قصه كبيره جدا جدا جدا، وفي علم كبير جدا جدا. من ضمن الخناقه اللي حاصله على الفيسبوك ان في شخص بيتكلم ثيوريتيكال بحت بحت فعلا بشكل عميق جدا في الزيوت ومواصفات الزيوت. وعلى الناحيه التانية الاثنين مهندسين اللي هم ضده يعني في الخناقه، مش داخلين في حته الزيوت دي. فخلينا نعرف الزيت باختصار بسيط كده، مش هخش برضو واتعمق زي ما المهندس اللي بيتكلم عن الزيوت ده. بالاخص المهندس ده انا كنت شغال معاه في المركز، يعني المهندس ده انا اشتغلت معاه فتره في المركز بتاعه. هو شايف ان الزيت كل حاجه في العربيه، الزيت هو اللي ممكن بيعمل كل مشاكل العربيه. فهو بيتكلم ثيوريتيكال بشكل مش طبيعي في المواصفات بتاعه الزيت، بيخش جوه لدرجه ان هو بياخد الزيوت ويروح معمل التحاليل ده ولا مش عارف اسمه ايه، بيحلل الزيت وبيعرف الشركه دي نصابه ولا مش نصابه ولا ايه. بس خليني اقول لك باختصار بسيط ان الزيت ده وظيفته ان هو بيعمل عمليه لوبريكيشن، اللي هو بيزيت المنظومه، لان انت عندك الموتور كلها اجزاء ميكانيكال. فقلت قبل كده ان اي حاجه يعني مع بعض او لازقه في بعض او بتدور على بعض، زي مثلا عمود الكرنك كده او عمود الكمات او البساتم اللي جوه السلندر، حاجات ما بينها احتكاك، لازم يتحط لها زيت. الزيت بقى اللي بيتحط ده مش زيت وخلاص، لازم يتحط له مواصفات معينه للموتور ده، لان مش كل زيت ينفع لكل المواتير، ومش كل موتور بيتحط له زيت ينفع احط الزيت ده لبقيه المواتير. طيب لو تفتكر ان انا قلت لك في نوعين من المواتير، في الام بي اي وفي الجي دي اي، هل ينفع احط نفس الزيت للام بي اي واحط نفس الزيت للجي دي اي؟ لا، قطعا لا، لان الضغوط اللي الجي دي اي بيتعامل بيها غير الضغوط اللي الام بي اي بيتعامل بيها، فطبيعي هبقى محتاج لده مواصفات زيت معينه ولده مواصفات زيت معينه. طيب واحد هيقول لي ايه علاقه ان الزيت اصلا يأثر لي على علبة البيئة؟ هل أصلا الزيت بيأثر على علبة البيئة؟ طبعا بيأثر على علبة البيئة. في إيه بقى؟ واحد برضو ممكن يقول لي إن الغازات العادم اللي طالعة دي هي جوه السلندر المفروض هواء وبنزين، إيه اللي دخل الزيت جوه؟ خليني أقول لك إن أنت لو عندك أي مشكلة في العربية، زي مثلا شمبر الزيت فيه مشكلة، الزيت هيحترق جوه. لو عندك قلسيس صباب فيه مشكله، الزيت هيخش جوه غرفه الاحتراق. لو عندك فيه تسريب زيت من التربو، هيخش جوه غرفه الاحتراق وهيحترق مع البنزين والهواء. فبالتالي نواتج الاحتراق بتاعه الزيت دي علبه البيئه مش مصممه ان هي تعالجها، هي مصممه تعالج الثلاث غازات اللي انا قلت لك عليهم في الاول، هي ملهاش اي علاقه بنواتج الاحتراق بتاعه الزيت. فبالتالي الزيت لما بيحترق جوه بيطلع له نواتج احتراق، ودي حاجه بقى كيميكال بحت، مش هخش في الحته دي لان دي اصلا عايزه لها 5 سنين كمان دراسه علشان بقى اخش في الكيميكال رياكشنز والتفاعلات الكيميائيه والكلام ده. فعلبه البيئه مش مصممه ان هي تتعامل مع نواتج احتراق الزيت. فبالتالي لما بيخش لي زيت جوه ويحترق مع البنزين والهواء وبعد كده يطلع لي على علبه البيئه، ده فعلا وقطعا بيضر لي علبه البيئه. طيب بيضر لي علبه البيئه ازاي بقى؟ يعني الزيت بيضر لي علبه البيئه ازاي؟ الزيت فيه مواصفه اسمها الزد دي دي بي، هحط لكم اسمها لان انا مش عارف اقرا اسمها لان اسمها كبير قوي، بس هي بتبتدي بزنك، ده يعني ده اللي انا عرفت اقراه، بتبتدي بزنك. المواصفه دي
المواصفة دي وظيفتها ان هي بتمنع المحرك ان هو يتآكل. حلو كده. طيب المواصفة او الخاصية او الاضافة اللي محطوطة على الزيت ده اللي هي الزيت دي دي بي دي، لما بتحترق جوه السلندرات بينتج عنها نواتج احتراق. نواتج الاحتراق دي تطلع لي على علبة البيئة. علبة الزد دي دي بي ده بقى سم لعلبة البيئة، بيبوظ لي علبة البيئة من جوه، لان علبة البيئة مش متصنعة علشان تحول لي الزد دي. فالزد دي دي بي ده علبة البيئة مش مصممة ان هي تعالج نواتج الاحتراق بتاعته، فده بيخش لي بيموت لي علبة البيئة، بيبقى زي سم لعلبة البيئة. طيب الزد بي بي ده، الزد دي دي بي بقى عفوا، ده ايه المكونات بتاعته؟ عبارة عن زنك وفوسفور. الزنك والفوسفور، الزنك والفوسفور علبة البيئة ما بتعرفش تتعامل معاهم، فبالتالي بيضر لي علبه البيئه. طيب بيضر لي علبه البيئه ازاي؟ الزنك والفوسفور ده باختصار بسيط بسيط بيخش لي على علبه البيئه، على المعدن اللي جوه علبه البيئه اللي هقول لك بيتكون من ايه. بيخش لي على المعدن ده، بيعمل لي عليه طبقه بتمنع لي الكيميكال رياكشنز بتاعه النواتج الاحتراق بتاعه ايه، البنزين والهواء. فبالتالي علبه البيئه ما بتعرفش تعمل الكيميكال رياكشنز بتاعتها او التفاعلات الكيميائيه بتاعتها، فبالتالي علبه البيئه ما بتعرفش تعالج غازات العادم، والزنك والفوسفور ده بيترسب لي على المعدن ده، فبالتالي بيسد لي علبه البيئه. طيب علبه البيئه بتحتوي على 3 معادن، ايه هما؟ البلاتينيوم والبلاديوم والروديوم. 3 معادن دول هم دول المسؤولين اللي يعملوا لي التفاعلات الكيميائيه مع نواتج الاحتراق بتاعه البنزين والهواء، عشان يحول لي ال HC ال H2O اللي هو بخار ميه، والCO ال CO2، والنوكس ل N2. خلاص كده انت المفروض انت كده فهمت. طيب في بقى عربيات حديثة بتستخدم نوع زيت معين. ايه هو نوع الزيت ده؟ اسمه او المواصفة بتاعته تبقى حاجة اسمها لو سابس اويل. الشركة بتبقى مديالك مواصفات معينة للزيت لازم تلتزم بيها، علبة البيئة بتاعتك بتعرف تتعامل معاها. زي كده بالظبط المواصفة اللي انا بقولك عليها، الشركة تيجي تقولك استخدم لي زيت 5W30 ولا 5W40 لو سابس اويل، فبالتالي انت ما ينفعش تروح تستخدم زيت تاني، لان علبة البيئة هي مصممة لان تتعامل مع نوع الزيت ده اللي فيه زنك قليل، اللي فيه فوسفور قليل، اللي فيه قش قليل، اللي فيه سفلر قليل. فانت لما تروح تعمل عكس كده، فطبيعي العربية هتجيب علبة بيئة. العيب مش هيكون من المحرك، العيب هيكون من نوع الزيت اللي انت حاطه. ماشي، لو دخل جوه السلندرات، العربيه جابت اولسيس باب ولا جابت طقم شامبر، الزيت هيخش جوه هيضرب لك علبه البيئه. طيب ده بقى هيعمل معايا ايه لو علبه البيئه باظت؟ استهلاك في البنزين، لان هيعمل لي حاجه اسمها الاكزوست باك بريشر. الاكزوست الباك بريشر ده بالبلدي كده ان علبه البيئه اتكتمت نتيجه الترسبات اللي في الزيت. علبه البيئه عندك اتكتمت، فبالتالي انت عاوز الاداء اللي انت كنت متعود عليه، فبالتالي هتدوس على دواسة البنزين. انت عايز بقى الاداء، انت ما تعرفش، فتلاقي ان العربيه مخنوقه بس انت عمال تدوس، فبالتالي بتزود استهلاك بنزين، وبالتالي الانبعاثات اللي طالعه. انت عندك بقى في زي ما قلت لك كده، حاول تتخيل معايا ان انت عندك ال3 معادن اللي موجودين جوه علبه البيئه اللي هو البلاتينيوم والبلاديوم والروديوم، دول عندك محطوطين طبقه كده، انت حطيت عليهم طبقه تانية، فغازات العادم وهي خارجه ما بتوصلش للطبقه اللي تحت دي نتيجه الطبقه اللي فوق اللي هي الفوسفور والزنك والسفلر والقاش والكلام اللي انا قلت لك الكلام اللي انا قلت لك عليه ده. فبالتالي انت ما بتعالجش بقى غازات العادم اللي خارجه، خلاص، ما انت عملت لي حاجز، في حاجز في النص ما بين غازات العادم عايزه تعمل كيميكال، عايزه تعمل تفاعل كيميائي او كيميكال رياكشن مع ال3 معادن اللي انا قلت لك عليهم، ومش عارفه توصل لهم اصلا، فبالتالي الانبعاثات والبيئه هتتضر اكتر. طبعا ده غير بقى ان الخلايا بتاعت علبه البيئه هتتسد وهيحصل فيها بلاوي، وفي الاخر هتروح تغير علبه بيئه. طيب الباك بريشر، الاكزوست باك بريشر اللي انا قلت لك عليه، مع الوقت لما الفوسفور والزنك والسفلر والقاش والحاجات الكيميائيه دي بتتراكم جوه علبه البيئه، بتسد لي الخلايا، بيعمل لي باك بريشر، العادم بيبدا يتخزن لي جوه المجاري بتاعه العادم، او طبعا ده هيعمل معايا ضعف في التسارع، وهيعمل معايا الاداء مش اللي انا كنت متعود عليه، هيعمل معايا استهلاك في البنزين. وفي بقى حاجه تانية دي محدش يتكلم عليها خالص، ان علبه البيئه لما بتتسد بتعمل معايا ارتفاع في درجة حرارة المحرك. واحد هيقول لي ازاي؟ درجة الحرارة والضغط جوه السلندر لما في شوط الاشتعال بتكون عالية جدا، بتكون عالية جدا جدا، فجزء من الحرارة دي بيطلع مع غازات العادم. طيب لما علبة البيئة تتسد،
انت في جزء من الحرارة كبير انت ما طلعتوش، انت حبستهولي جوه الفرن وجوه المجاري اللي العادم بيمشي فيها، فبالتالي ده مع الوقت يبدأ يرفع معايا درجة حرارة المحرك، لدرجة ان انا شفت قبل كده عربية في المركز الموتور سايح. الموتور سايح نتيجة علبة البيئة، نتيجة علبة بيئة الموتور ساح من ارتفاع درجة الحرارة. فعدم استخدام الزيت بالمواصفات المعينة ايوه يبوظ معايا علبة البيئة، وبعد كده الموتور عندي يبتدي يحصل فيه مشاكل. طيب هل بقى ازاي اعرف اقرأ الزيت اللي انا عاوزه؟ هل الزيت بس بيبقى لزوجة؟ يعني 5W40 5W30 10W50، هل بس ده اللي بيبقى المواصفات بتاعت الزيت؟ قطعا لا، بس احنا هنا في مصر ماشيين على كده، وانا واحد اهو انا ما ببصش اصلا على المواصفات دي. في مواصفات تانية للزيت. المواصفات العالمية هم حاجتين: الاي بي اي، الاي بي اي والاي سي اي اي. دول المواصفتين اللي انت لازم تخلي بالك منهم وانت بتجيب الزيت بتاعك. ايه هي الاي بي اي وهي ايه هي الاي سي اي اي؟ من غير تعمق هقولها لك سريعا. الاي بي اي دي اختصار لامريكان بتروليوم انستيتيوت، دي زي علامة او مواصفة للزيت بتاعك. الاي بي اي دي بقى اللي هي الزيوت الامريكيه دي من الاخر، يعني اللي هي الامريكان بتروليوم انستيتيوت بتضع معايير للزيت بتاعها. زي بقى ايه؟ زي مقاومه التاكل، منع تكون الرواسب ان ما يحصلش فيه رواسب، منع الاكسده، ان هي تبدا تحافظ لك على التربو وتحافظ لك على علبه البيئه. طيب جوه الاي بي اي دي بقى في تصنيفات. جوه الاي بي اي في تصنيفات. ايه التصنيفات دي؟ التصنيفات دي عندك الاي بي اي اس بي، دي مواصفه، وعندك الاي بي اي اس ان بلس، وعندك الاي بي اي اس ان، وعندك الاي بي اي اس ام. كل دي مواصفات للزيت، احنا مش عايزين نتعمق فيها قوي، نتكلم ثيوريتيكال فيها قوي، لان فعلا دي بقى يعني الجزء الخاص بتوع الكيمياء، العلماء بقى بتوع الكيمياء. انت كل اللي عليك انك تقرا في السيرفيس مانوال الزيت اللي في الشرق الاوسط اللي متوصى بيه للعربيه بتاعتك وتجيب زيه وخلصنا. طيب الاي سي اي اي ده بقى ايه هو؟ ده برضو زي نفس الاي بي اي، بس ده حاجه اعلى شويه من الاي بي اي كمواصفه عاليه. بس لو الشركه اللي انت شاري منها العربيه قالت لك هات اي بي اي، ما تشغلش دماغك وتروح تجيب الاي سي اي اي، لا، ما تعملش كده نهائي. انت خليك ملتزم باللي الشركه قالته لك. طيب الاي سي اي اي ده بقى اختصار، كل شويه المساحه بتاعه الموبايل تفصل فانسى انا كنت واقف فين. ما علينا، كنا وصلنا ان الاي سي اي اي ده دي برضه مواصفه عالميه، بس دي تبع اوروبا. الاي بي اي ده تبع امريكا. والاي سي اي اي دي برضه ليها مواصفات. ايه هي مواصفاتها؟ عندك مواصفتين: الاي 3 بي 4 والاي 5 بي 5. طيب هل انت مطلوب منك انك تفهم كل ده بيعمل ايه؟ لا، انا كواحد انا مش مطلوب مني، انا كمهندس اعرف بس ان كل عربيه ليها مواصفه معينه، واعرف البديل بتاعها لو مش موجود فقط. انا مش مطالب مني اخش جوه الاي 3 بي 4 واخش جوه الاي 5 بي 5 واخش جوه الاي بي اي واخش جوه الاي سي اي اي واخش بقى جوه الاس ان والاس بي واخش. انا مش مطالب مني اخش من كل ده. انا كل واجبي كمهندس ميكانيكا سيارات ان انا اعرف ان العربيه دي الكتالوج بتاعها قايل او الشركه المصنعه بتاعتها قالت ان الزيت ده بيتحط للعربيه دي. طيب لو مش موجود، اجتهادا مني ومن المذاكره ومن العلم ان انا اعرف بديله فقط لا غير. انما بقى ان حد يطلع يجادلني يقول لي انت كمهندس لازم تبقى فاهم الزيت ده بيتكون من ايه، وفاهم ال الكيمياء بتاعت الزيت ده ايه، وفاهم الكيميكال رياكشن بتاعته ايه، لا يا باشا، لا، دي مش بتاعتي ومش حتتي ومش قصتي خالص. انا علشان اقعد افهم ده، انا اصلا اسيب بقى العربيات. انا هقعد اسيب العربيات خالص واقعد بقى سنين ادرس بقى لما درجة الحرارة بتكون كذا، ولما الضغط بيكون كذا، مش عارف الفوسفور بيتفاعل مع القاش فبيطلع لي. لا طبعا، دي معادلات يا ريس، دي معادلات. الدراسة اللي انا خدتها في محركات البنزين ومحركات الديزل، هو بس كل اللي انا كنت مطالب اعرفه ان محرك البنزين ده ايه هي الجزيئات الكيميائية بتاعته فقط. مش مطالب مني ان انا ادرس تفاعلات كيميائية، دي قصة كبيرة جدا. فانا كمهندس وجاي لي عميل، انا كل اللي مطلوب مني اقول له ان انت عربيتك دي بتاخد الزيت كذا. طيب مش موجود او مش لاقيه، خلاص في بديل بتاعه كذا، بس البديل بتاعه ده هيبقى ليه تأثير على علبة البيئة بنسبة بسيطة، لازم برضه اعرفها له فقط. انما بقى هخش في زيت واخش في تحليل الزيت وانا كده هسيب اصلا مجالي بقى، هسيب اكل عيشي. بس فهرجع برضو للنقطة الأولانية خالص بتاعت الشركتين. أنا قلت في ريل قبل كده إن الشركتين دول علب البيئة بتاعتهم أصلا فيها مشكلة
نازله زيرو فيها مشكله، سواء انت حطيت الزيت ما حطيتش الزيت فيها مشكله. العلب بعد من 60 ل 80 الف بتلاقي لمبه التشيك انجن نورت، وعلبه البيئه اصلا ممكن ما تكونش بايظه اساسا. ده بتبقى يا باشا حاجه على السوفت وير هم عاملينها، ان اول لما العربيه تجيب 60,000 تنور التشيك انجن، تنور التشيك انجن بتاعتك، تنور. حاجه بتبقى في السوفت وير على الكنترول. ليه؟ علشان تروح تدفع الشيء الفلاني وتغيرها، لان علب البيئه غاليه جدا. فهل الشركتين فعلا علب البيئه بتاعتهم بايظه؟ ايوه علب البيئه بتاعتهم بايظه، وعلب البيئه بتاعتهم فيها مشكله. وحتى لو ما فيهاش مشكله بتبقى متبرمجه على السوفت وير ان بعد 60,000 التشيك انجن تنور، تيجي تحط على العربيه على الجهاز تلاقيها بتقول لك علبه بيئه. طيب هل الزيت ليه تاثير على علبه البيئه؟ ايوه، استخدام زيت خاطئ على المحرك بتاعك يضر علبة البيئة. طب هل علبة البيئة تبوظ الموتور بتاعي؟ ايوه علبة البيئة تبوظ الموتور بتاعك، تعمل حاجة اسمها اكزوست باك بريشر، غازات العدم تتحبس جوه المجاري بتاعتها، فترفع لي درجة حرارة المحرك، فتعمل لي بلاوي في الموتور. طيب هل بقى محركات الجي دي اي فيها كلها طيب هل بقى محركات الجي دي اي كلها فيها علب بيئة؟ لا، محركات الجي دي اي كلها ما فيهاش علبة بيئة. محركات الجي دي اي في بي ام وفي اودي وفي رانج روفر وفي الحاجات دي ما بتجيبش علبة بيئة وشغالة زي الفل. هما شركتين بس، العربية نفس الشكل، هما دول اللي فيهم علب بيئة، ولحد 2023 بس كده. فهي المشكلة عندك في الشركة اصلا. بس احنا اتكلمنا بشكل ثيوريتيكال وشكل علمي بدراسات عن تأثير الزيت على علبة البيئة وعلى تأثير علبة البيئة على الموتور. ده بيضر لي ده وده بيضر لي ده. فهي المعادله نقطة الخلاف كلها واصلين لنفس البوينت، ان الزيت بيضر لي علبة البيئة وعلبة البيئة بتضر لي الموتور. بس هل الموتور بقى يضر لي علبة البيئة؟ ايوه يضر لي علبة البيئة لو مستخدم زيت غلط، غير كده ما يضرليش علبة البيئة. وهل الشركتين علب البيئة فيهم بايظة؟ ايوه علب البيئة والسوفت وير بتاعها بينزلوا فيه مشكلة عشان تروح تغير علبة بيئة وتدفع فلوس. بس كده. انا اتمنى ان انت تكون فهمت. الفيديو طويل شوية بس اتمنى ان انت تكون فهمت وما كنتش طولت عليك. لو الفيديو عجبك بقى ما تنساش كده تشترك في القناة وتعمل لايك، ويا رب يحل الخلاف ما بين اي حد متخاصم مع حد. وشكرا.